هي الأكلة. عنا 250 جرام زبدة. أنا كل شغلة وأنا عم حطها راح إلكن عن 400 جرام سكر بودرة، يعني أنا بدي أحطهم. هلا راح نسكرها أول شي إن شاء الله. يعني هي شايفين كيف عبيت ايدي شكلها. السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله راح نسوي فيديو جديد اللي هو الكب كيك بطريقة حلوة وبطريقة طيبة ان شاء الله، وراح تعجب الجميع. وهي الكب كيك يعني اكلة كل الناس بتحبها، واكتر شي بحبوها الصغار. يعني جربوها ان شاء الله وراح تنول اعجابكم. بس قبل ما ابلش بدي اقولكم عن شغلة، بس بتمنى انه منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك وشي كومنت هيك على كيفكم. بعرف انتم ما بتقصروا، وبعرف انكم يعني كلكم يعني تعلقوا وتكتبوا كذا، بس بتمنى منكم اكثر تفاعل على القناة مشان نقدر نستمر بهي القناة ونقدر دائما نضل ننزل فيديوهات جديدة. وان شاء الله لقدام رح نعمل فيديوهات اكثر واحلى، وجاي رمضان هلا ونحاول على رمضان ان شاء الله نعمل شي جديد مختلف. وهلا خلونا نبلش. بسم الله. هلا اول شغله عندنا زبده بدها تكون بحراره الغرفه، ما بدها تكون يعني بارده مشان تزبط معنا هي الاكله. عندنا 250 جرام زبده. انا كل شغله وانا عم حطها راح إلكن عن قديش وزنها وقد المقادير تبعها. وهلا بدنا نضيف فوق الزبده 400 جرام سكر بودره، يعني انا بدي احطهم. هلا هيك بدي اضربهم انا بالعجانه. هلا اللي ما عنده عجانه مثلا بيقدر يستعمل الخفاقه تبع الحلو، او بيقدر يستخدم المضرب العادي اللي هو المضرب اليدوي. احنا بدنا الزبده والسكر نضل نضربهم مع بعضهم سوا، نعجنهم يعني لحتى يصيروا معنا تذوب السكر نهائيا. واللي ما متوفر عنده السكر العادي، السكر البودرة، بيقدر يستخدم السكر العادي، بس بشرط انه بده يذوب السكر مع الزبدة، يعني حتى يذوب السكر عنا. هلا راح نسكرها اول شي. هلا راح نخفقهم كلهم، بس بدنا اول شي مشان ما يتطاير معنا السكر بدنا نشغل النطفي بالبداية. هلا راح ننزل السكر هيك على النص مشان يخفق معنا منيح. هلا هيك صارت جاهزة عندي. انا صار لي عم بخفقها تقريبا 10 دقائق. خفقنا الزبدة مع السكر. طبعا تقدروا تستبدلوا الزبدة، مثلا اذا بدكم تحطوا 250 جرام 250 ميل عفوا زيت، بس اذا بدكم كب كيك نكهته طيبة استخدموا، نصيحة استخدموا الزبدة. هلا راح اضيف 4 بيضات. طبعا البيض بده يكون على حرارة الغرفة، ما بده يكون عندكم البيض تطلعوه من البراد بارد. هي 2، هي 3، هي 4. هلا راح اضيف ظرف فانيليا، واللي ما متوفر عنده فانيليا بودرة بيقدر يضيف فانيليا سائل معلقة واحدة، معلقة كبيرة. هلا رح نرجع نشغلها ونخفون لمدة دقيقتين. هلا بعد ما خفقنا البيض مع السكر مع المواد اللي حطيتها كلها، رح نضيف في الطحين والبيكنج باودر. رح احطه فوق الطحين انا هيك، ورح اضيف انا الطحين على دفعتين مشان ما يتطاير معنا. هلا رح نضيف اول شي نص ونرجع نضيف النص الثاني. هلا راح اضيف النص الثاني، نخليها شي 5 دقايق لحتى نعجنه مظبوط. هلا
هلا نحن بعد ما ضفنا 450 جرام طحين منخول، طبعا انا نخلتهم قبل ما احطهم، ومعلقه البيكنج باودر. راح اضيف هلا 400 مل حليب وهي شغاله العجانه. هلا هيك صارت جاهزه عنا. طيب هلا بعد ما خفقناهم بنتاكد كمان نحن قبل ما هي تكون كلهم يعني هيك صاروا يعني ما في شيء تكتلات بقلبها، ما في ابدا، تكون كلها هيك يعني. وانا راح اضيف الشوكولات شيبس. طبعا انا عندي هون حبات صغيره شوكولات شيبس، هذا جبته مره ما بعرف فكرته عادي طلع صغير، بس هي اختياريه الشوكولات شيبس يعني. اذا بتحبوا تضيفوا بضيف، ما بتحبوا كمان من دون شوكولات شيبس عادي يعني، ما في اي مشكله. الشوكولات شيبس اللي هي حبات الشوكولا يعني. هلا بس بنخلطها منيح مع العجينه، مع عجينه الكب كيك، مشان شو تتوزع بكل العجينه. هلا انا مجهز عندي القالب هون، قالب الكب كيك، وحطيت الوراق فيه جاهزين. هلا شو راح نساوي؟ راح اعبي انا هيك، وراح اعبي كل وحده 3/4، يعني ما بدي اخليها اكثر من 3/4. طبعا انتوا فيكم تستعملوا، انا عم استعمل الكوب المعيار يعني. هلا عبيناها مثل ما نكون شايفين هيك تقريبا 3/4. هلا شو راح نساوي؟ راح نحاول ندقها هيك يعني دقتين ثلاثة، بحيث انه كل الفقاعات تطلع منها. هلا راح ندخلها على الفرن بالرف الوسطاني. طبعا انا مشغل الفرن على درجة 180 قبل 10 دقايق مشان يكون الفرن جاهز. طبعا دائما تخبزوا كيك او كب كيك او هي الشغلات تكون شغلين الفرن مسبقا. هلا هيك بعد ما طلعت من الفرن، مثل ما قلت لكم انا حطيتها على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. طبعا شغلنا الفرن مسبقا على 180 قبل ب10 دقايق، وهي النتيجة مثل ما كنتم شايفين. يعني النتيجة مبينة واضحة العالم، ما في داعي اني احكي. هلا انتم اذا انا متأكد ان خلص هيك تمام. هلا اذا تحبوا تتأكدوا انتم بتفحصوها بالعود الخشبي هيك، خلص هيك تمام ما فيها شيء. طبعا انا خليته بالفرن شغلة 25 دقيقة ل 30 دقيقة هيك، انتم حسب الفرن اللي عندكم كمان طبعا، بس هي راح تبين معكم. هلا رح خليها 10 دقايق لحتى ترتاح، لحتى تبرد، وبعدها بورجيكم النتيجة ان شاء الله. هلا انتهينا هيك من التصوير تبعنا، هي اخر دفعة. هدول حطيت لهم هيك شوكليت شيبس على الوش، وعبيتهم زيادة يعني ما خليتهم 3/4، عبيتهم اكثر من 3/4 يعني. بعدهم سخنين مثل النار ما عم بحسن طهران. هي هن، هي نصها، هي ما بدي احطها. وهلا رح افتح لكم اياها من قلبها وورجيكم كيف ان شاء الله يعني. هي شايفين كيف عبيت ايدي شوكولا. عن جد ريحة البيت كلها عبقت، كأنه بتحسوا كأنك فات على مشغل حلويات. بنصحكم يعني تشتغلوا بنفس الطريقة اللي اشتغلتها أنا. هلا بصراحة يعني إذا بتستخدموا الزيت ما بيطلع معكم نفس الريحة هاي اللي أنا شاممها. إذا بدكم تطلع معكم كب كيك ممتاز اشتغلوا بهي الطريقة. طلعوا كيف انقلبوا يعني، والشوكولات شيبس طالع معه كمان يعني حلو ومرتب. وراح ارجيكم هاي كمان. طلعوا شايفين كيف يعني طالعة هشة. طلعوا كيف يعني بدي دوقها هاي شوف. عن جد طيبة 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 يعني. وهي هيك وصفتنا لليوم صارت جاهزة مثل ما انتم شايفين. وما بدي اذكركم زبطوا لي الامور بالكومنت
وباللايك وبالشير، ومشان ان شاء الله اعملكم لسه وصفات اكثر من هيك. هلا يعني انا بصراحة راجع بحماس على التصوير، لانه هلا يعني انا فاضي شوي، وارجونا نشوف. بمزح معكم، بعرف انكم ما بتقصروا، وان شاء الله راح نعمل لكم فيديوهات كتير حلوة. وهلا بنكون انتهينا اليوم لهيك من هذا الفيديو، وبشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.